السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما اتعودنا نصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. بطلة الحكاية النهاردة أو صاحبة القصة من أغرب ما كنت أتخيل. حكاية ليها العجب، حكاية نهاية الفيديو يعني كوارث، بس صاحبة الحكاية تستاهل كل العواقب اللي حصلت لها. اسمعوا معايا الفيديو للآخر، متنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد ننزله إن شاء الله. صاحبة الحكاية بتقول: أنا لقيت صاحبتي مش عارفة تحتوي جوزها وقلت أنا أولى بيه، لازم أحتويه. شفت القدر من كده؟ في حد قادر كده؟ بتقول: انا صاحبتي، هي ما كانتش صاحبتي في بداية الامر، بس بعد كده عملتها صاحبة ليا عشان انول الغرض اللي انا عايزاه. هي كانت جارتي، جيران، انا اللي جاية عليهم جديدة، يعني هم كانوا قدام في العمارة وانا جيت اجرت قصادهم. جارتي ما فيهاش ريحة من الجمال. هي بتحكي كده، يعني خلقت ربنا كلها جميلة، بس هي بتحكي كده بنفس الكلام اللي بيطلع من بقها. انا بنقل لكم الموضوع. بتقول هي مش جميلة ولا فيها اي ميزة، لا جسم ولا شكل ولا اي حاجة ولا اي موهبة تخلي جوزها يعمل اللي كنت بشوفه بعينيا وكنت بتجنن عليه. جوزها محتار يعمل لها ايه؟ يجيب لها احلى دهب، ركبها احسن عربية، بيروح يجيب لها افخم الملابس من احدث البرندات، بيجيب لها كل ما تشتهي الانفس، بيوديها افخم المولات. يحتار يعمل لها ايه. وبقيت انا جوايا مستغربة، انت بتعمل لها كل ده؟ هي فيها امكانيات ايه؟ هو انت يا البعيد ما عندكش نظر؟ يعني انا قدامك ليل ونهار بجمالي وحلاوتي في الطلعه وفي النازله، وبنتقابل على السلم، وساعات بفتح الشباك اللي بيطل على الشباك بتاعكم، كل ده ما انت شايفه بعينيك وانت متمسك بمراتك اللي انا مش شايفه فيها اي ريحه انوثه؟ عملت حيله ذكيه انا عايزه اوصل له باي طريقه، ما انا مستكتراه عليها. انا كنت متجوزه ومتطلقه بدل المره اتنين وتلاته، بس ما لقيتش اللي يعمل لي كده، ما لقيتش الدعم اللي يعوضني. فاعمل ايه؟ قلت اضرب صحوبيه مع جارتي، ابدا اتعرف عليها شويه. كانت بتقابلنا على السلم: ازيك يا حبيبتي، عامله ايه، هو انت هنا ساكنه؟ مره في مره جبت رجلها بقت تجيني واروح لها. في الوقت ده كان بيبقى جوزها احيانا بيبقى موجود، وانا كنت بصراحه بتعمد اروح وهو موجود بعد ما يجي من الشغل في ميعاد ما بيكون موجود في البيت، والبس كل الحلو عندي عشان اجذبه ليا. ما انا عايزه اكسبه واخده منها، هو انا هسيبها تتهنى بيه لوحدها؟ طب اعمل ايه؟ المهم قمت رايحة عاملة معاها صحوبية وأعزمها وهي تعزمني وبقينا نخرج مع بعض ونيجي. المهم لفت نظر جوزها، بدأ جوزها يبصلي من تحت لتحت وأنا أفرح، وبدأت أجذبه أكتر لدرجة إن طلب تليفوني وبدأنا نتكلم مع بعض أثناء ما بيكون بره البيت أو في الشغل بالساعات، لغاية ما خلاص الصيدة وقعت في الشبك. أنا خلاص وقعته. لقيته بيقول لي ايه: انا عايز اتجوزك يا دي الهنا ويا دي المنى. انا المشكلة عندي في حاجة واحدة بس، ان انا فعلا كنت عايز اخده، بس عايز اخده كله لوحده. هو انا هقبل ان يبقى ليا ضرة؟ المهم رديت بالامر. في الاول قلت حبة حبة لغاية ما ايه يقع في شباكنا. المهم وافقت. قال لي انا هجوزك، بس مبدئيا هنتجوز عرفي وهنتجوز في شقتك. ما هي دي شقتي اللي انا كنت شارياها تمليك، واخداها باسمي. كان جوزي التاني كان كاتبها لي قبل ما يطلقني، وخدتها بخلاص بحكم ان هي باسمي، واتطلقت منه ومشى وسابني وخد هدومه، وانا خدت العفش والشقة كلهم بقوا بتوعي انا. قال لي احنا هنتجوز عرف مبدئي، وبعد كده هجيلك الشقة عندك من غير ما مراتي تحس. ده مبدئيا لغاية ما رستق اموري واقدر امهد لها، واوعدك يا حبيبتي هيبقى الجواز بالمأذون ورسمي وحفلة كبيرة الكل يتحكى بيها. بس مبدئيا مهدي لي الموضوع كده حبة حبة كده على ما اقدر اخش على مراتي واقول لها الموضوع يعني بكل صراحة. وافقت بالموضوع وفعلا اتجوزته
عرفي، وبقى كل شوية عندها ويتحجج لمراته: انا عندي شغل اضافي، انا هتأخر بره، انا طالع مع زميلي رايح المستشفى. وبقى كل اكتر اوقاته يقعد مع الصديقة الخاينة. المهم جه في يوم قام قايل لها: ايه، انا ما اقدرش استغنى عنك، انا ما عدتش اقدر ان انا يعني ابعد عنك، انا لازم اصارح مراتي بالحقيقة واقول لها ان انا متجوزك ونقلب جوازنا رسمي. ما ينفعش اجيلك سرقة كده، انا خلاص ما عدتش قادر استغنى عنك، ولازم يبقى دخولي عندك رسمي عشان اجيلك في اي وقت، ما اجيش زي الحرامية. قالت له: بجد يعني انت هتقول لها؟ قال لها: اي لازم اقول لها، بس في حاجة، انا هي ممكن تطلب الطلاق لان هي برضو لها خصيتها، بس انا اتمنى ان هي تطلب الطلاق واخلص منها عشان ابقى انا ليكي انت بس لوحدك. فرحت، يعني من هنا للسما فرحت بقى، ايه الفرح كده رقص في قلبها. خلاص يعني ده جت على الطبطاب بقى، وهيسيب مراته وهيرجع له، وهكون انا الزوجة بقى الوحيدة ليه، وابقى ايه، يعني هيبقى من خاتم في صباع ايديا الصغير. طيب، راح بقى ايه الزوج المصون راح لمراته وقال لها: انا عايزه اعترف لك بحاجه. قالت له: ايه؟ قال لها: انا متجوز جارتنا، وجواز عرفي وهكتب عليها رسمي. انا حبيت اعرفك لان الكذب ملوش رجلين، بدل ما تشوفيني قدرا مرة كده ولا كده وتفتكر ان انا بخونك. انا ما بحبش الخيان، انا بحب امشي دغري وفي النور. عيطت طبعا وانهارت مراته، وقالت له: ازاي تعمل معايا كده، وازاي ان هي تصاحبني وتاخدك مني، وازاي ان انت تقبل تجيب عليا ضرة، انا ما استاهلش منك كل ده. قال لها: هو ده اللي حصل. المهم كانت مراته اللي هي التعبانة كانت بتتصنت على الباب، ما الباب في وش الباب وسامعة زعيقهم، وكل ما يزعق لها وكل ما ياخد القرار ان هيعيش معاها لوحدها قلبها يفرح ويدق. المهم قالت له: خلاص، انت تديلي حقوقي وتديلي مؤخري وتديلي قيمتي وتطلقني، انا مش عايزه اعيش معاك تاني. راح طبعا للعروسه بقى الخاينه، قال لها: دلوقتي هي طالبه الطلاق وانا مش زعلان، ده انا مبسوط، ده جات لي على الطبطاب، ده انا كنت اعمل النظر والقلب، ازاي كنت شايفها قدامي وسايبك انتي عوضتيني عن الحرمان اللي عشت معاها فيه سنين. طب ما تطلقها. قال لها: هطلقها؟ هي دلوقتي انا فلوسي كلها متجمدة في عقار، معيش سيولة، وعشان ابيع العقار هياخد وقت وانا عايز اخلص. قالت له: سهلة. قال لها: سهلة ازاي؟ قالت له: اعرض شقتي، في واحدة صاحبتي عايزة تشتريها تملكه، كانت هتموت عليها، انا هبيع شقتي ايه هديك فلوسها وتخلصها وتطلقها، خلينا نخلص منها، واجي اعيش معاك في شقتك. يا حبيبي، هو انا هقدر اسيبك تبقى في محنة لوحدك؟ ده انا لازم احلها لك. قال لها: خلاص، بيع الشقة واديني فلوسها سلف واعمل لك بها وصل، ولغاية ما انا افك اي اسر اي عقار وابيعه هسددك وبالزيادة يا روحي، وهعوضك على وقفتك جنبي. قالت له: تمام يا حبيبي، وانا ايه، من عينيا دي لعينيا دي اديها لك الاتنين. راحت عرضت فعلا الشقة على صاحبتها اللي كانت هتموت وتاخدها، واشترتها بسعر كويس. راحت عملت ايه؟ قالت له: خلاص، انت ادي الفلوس لطليقتك، لمراتك بقى اللي انت هتطلقها، وبعد كده هنقل عفشي عندك في شقتك. قال لها: تمام. كانت صاحبتها اللي هي بايعه لها الشقه عطيالها مهله 4 ايام على ما تنقل فيها براحتها لان عندها عفش كتير. المهم ادت له الفلوس وراح فعلا قدامها طلق مراته، يعني ادالها الفلوس وقال لها ده مقابل الطلاق، وخدت شنطة هدومها كده وايه، وقامت واخدة حاجتها وقامت ماشية. الشقة بقت ايه على الأرضية بتاعت العريس المصون، والتانية كانت خلاص باعت شقتها، منتظرة بس تنقل العفش في شقة الزوج اللي هتموت عليه. المهم خدت ايه، خدت مهلة من صاحبتها ان هي تسيبها 4 ايام وبعد كده هتنقل على شقتها. جات الحلوة تاني يوم تبص على الشقة، تتخيلوا تلقي ايه؟ الصديقة الخاينة، عشان لما ربنا بيحب ينتقم،
تلقي الشقة على الأرضية، مفيش إلا السرير اللي هي نايمة عليه. طب عفش فين؟ أكيد حبيبي راح نقل العفش بتاعي في شقته. تبص على الشقة لقيتها على الأرضية، تبص على الشقة اللي قصادها مقفولة، تخبط تضرب الجرس مفيش حد بيرد، ترن على تليفون الحبيب الزوج المصون مد مغلق. المهم سألت بواب العمارة، ما شفتش الأستاذ محمد؟ قال لها أستاذ محمد مين؟ قالت له الساكن اللي فوق. قال لها مش اسمه محمد، ده اسمه إبراهيم. قالت له ازاي ده اسمه محمد؟ قال لها لما جه كتب معانا عقد الإيجار كان اسمه إبراهيم، وهو ساكن بقاله 4 شهور بس. قامت قايله له ازاي؟ قال لها هو ساكن مؤقت بقاله 4 شهور، واخد الشقة تمليك، يعني واخد الشقة بعفشها، آسفة في الكلام، واخدها الشقة بالفرش، إيجار بالفرش، ودلوقتي دفع آخر شهر ومشي هو ومراته وساب الشقة على المفتاح، وهي دلوقتي معروضة للإيجار شقة مفروشة. قالت له إزاي ده اسمه محمد؟ المهم بقت تلطم على وشها، ما هي وقفت جنبه، بعت له الشقة وادت له فلوسها وادت له حالها، وقفت جنبه لما طلق مراته، راحت تعمل بالورق العرفي بلاغ، فبيدوروا على الاسم المثبت على السجل وعلى الكمبيوتر، ملهوش اي هوية خالص، حتى الاسامي المتشابهة بالصور الموجودة مش صوره خالص. تدور على سي محمد اللي هو يعني اللي اتجوزها. طب هي اتجوزت ولا ما تتجوزش؟ طب الورق اللي ضربته معاه عرف ده حلال ولا حرام؟ طب هو إيه اسمه ده الحقيقي ولا اسم من تحت الترابيزة؟ طب هترجع فلوسها ازاي؟ طب هتعمل ايه؟ اكتشفت في الاخر ان هما الاتنين متجوزين، جارتها وجوزها متجوزين، وكمان نصابين بيعملوا اي حيل يضحكوا على الحريم بها. يعني كانت هي وجوزها متفقة ان هم يوقعوا جارتهم دول ويمثلوا قدامهم الغنى والفرح، ان هي تطمع جارتها في جوزها، وفي الاخر تخطفوا منها، وبعد كده هم يستولوا على فلوسها ويبيعوها له وراه واللي قدامها، والاخر ينصبوا عليها ويمشوا. طبعا رفعت قضية ومعرفتش توصل لأي حاجة خالص، وطلع الاسم وهمي مش مسجل، وطلعت ان هي نصبة، وطلعت ان هي بعلم الراجل اللي عمل كده كان بعلم زوجته، ويا عالم تكون زوجته ولا نصابة زيه او اخته او صاحبته، ما بقتش عارفة هي فين وجاية منين وفلوسها راحت فين، واللي اتجوزه ده كان جواز ولا كان لعب عيال ولا كان حلال ولا حرام. طب وازاي ان هو نصب عليها وخد كل اللي حيلتها ومشت؟ ورجعت في الاخر قالت انتقام ربنا ليا، ان انا كنت فاكرة ان انا هكسب كل حاجة على حساب الناس، او ربنا ادالي عقاب يخليني امشي طول عمري اتندم على اللي انا عملته واتوب لله كده، وما عدتش ابص لاي راجل ابدا، ولا ابص لاي حاجة في ايد اي حد تاني. طبعا صاحبة القصة دي قصة واقعية وحصلت، وبالفعل اتدمرت نفسيا لما لقت نفسها خسرانة كل حاجة، غير النصبايا اللي هي وقعت فيها، ان هو يتجوزها كمان باسم وهمي، يعني جواز كمان ممكن يكون باطل لان لا فيه اشهار ولا فيه اعلان، وفي نفس الوقت باسم مزور. يعني معرفتش توصل لاي حاجة من حقوقها، لا طلته جوز ولا طلته اسم حقيقي حتى تقدر تسترد اموالها اللي نهبها، وكانت نصبايا عشان كانت طماعة وبصة اللي في ايد غيرها. وده طبعا قصة وعبرة عشان كل واحدة تلتزم اخلاقها وما تبصش لايد غيرها، وما تستكترش السعادة على اي واحدة مهما كان، سواء جميلة او مش جميلة. كل انسان بياخد اللي يستاهله، كل انسان في نعمة يستحقها ويستاهلها. الله يديمها على الناس نعمة ويعطيني مثل ما عطاهم. يعني كانت الحكاية حتى بغض النظر ان هي فيها نصبايا، بس برضو كانت الطريقة والمكر والنصب ان هي تبص لجارتها وتستكتر جوزها عليها، وتبص في ملامحها اذا كانت حلوة ولا لا، وتستكتر السعادة اللي كانت عايشة فيها عشان تستولى على كل ده لنفسها وتخرب عليها. حتى لو الموضوع فيه نصبايا هي كانت تستاهل ان هي تقع الوقعة دي عشان تاخد العظة والعبرة، عشان ما تكررش الخطأ ده تاني وما تبصش لإيد غيرها. طبعا دي كانت حكايتنا، ما تنسوناش في الاشتراك والدعم وتفعيل الجرس عشان
يصلكم مننا كل جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.